جغرافيا إيران بتخنق البلد لحد الموت، والجبال اللي كان المفروض تحميها هي اللي بتضغط عليها. من أول نظرة شكلها كأنها حصن طبيعي لا يخترق. إيران مساحتها حوالي 1.65 مليون كيلومتر مربع، وهي هضبة عالية ضخمة محاطة بسلاسل جبلية هائلة كالجدران. لمئات السنين الغزاة كانوا بيصطدموا بالحواجز دي، بيتبطئوا وفي الآخر بيستسلموا. لكن لو ركزنا على النهاردة هنلاقي نفس الوضع بيخنق البلد بهدوء. اللي كان زمان بيمنع الأعداء من الدخول دلوقتي بيحبس إيران جوا نفسها، ويزود التكاليف ويدي منافسيها المميزات. ولما تركز أكتر هتفهم ليه. سلسلتين جبال ضخمين مسيطرين على كل حاجة. في الغرب جبال زاغيروس ممتدة تقريبا ل1000 ميل، وبتكون جدار طويل ومتعرج، كله طريق وكله خط أنابيب وكله طريق إمداد لازم يعدي من ممرات ضيقة. وبعدين في الشمال جبال البرز بتطلع بشكل حاد من بحر قزوين، وجبل دماوند واقف شامخ فوق المنظر بارتفاع أكثر من 5600 متر. معظم البلد على الهضبة الإيرانية وعلى ارتفاع فوق 1500 متر. الأراضي المسطحة قليلة وموجودة بس في شريط صغير على ساحل قزوين وسهل خوزستان جنوب غرب. الطبيعة دي لسه بتخلي الغزو كابوس. أي جيش يحاول يعدي جبال زاغروس لازم يواجه منحدرات حادة وممرات ضيقة وخطوط إمداد طويلة وصعبة. الجيوش بتستهلك وقود ووقت عشان تتحرك، وده ساعد إيران تصمد قدام تهديدات كتير. لكن نفس الجبال اللي بتحميها بتحبس كل حاجة جواها. بناء الطرق والسكك الحديدية وخطوط الأنابيب معركة دائمة ضد الأرض، ولازم الأنفاق تعدي صخور غير مستقرة وصدوع. المشاريع بتاخد سنين أو عقود عشان تخلص، وده بيخلي نقل البضائع أصعب وأغلى من اللازم. ده بيبطئ التجارة وبيزود التكاليف وبيأثر على الاقتصاد، ومشكلة المية بتخلي الوضع أسوأ. الجبال بتمنع رطوبة بحر قزوين والمتوسط، فبتعمل منطقة ظل المطر جافة في أغلب البلد. أجزاء كبيرة من شرق إيران مغطاة بصحراوين قاسيين، دشت كوير ودشت يوت. الأنهار بتجري من تلج دايب، بس نادرا ما بتوصل للبحر. بدل كده المية بتتحبس، بتتبخر، وبتسيب وراها مسطحات ملحية. في صحراء لوت الحرارة بتوصل لمستويات عالية جدا، وده بيخليها من أسخن أماكن العالم. حتى لو إيران شكلها كبير على الخريطة، لكن جزء صغير منها صالح للزراعة، وما فيش شبكات أنهار كبيرة مترابطة بتربط البلد ببعضها. الزراعة بتعتمد على مياه محدودة، وأول ما تقل التأثير بيبان بسرعة. دلوقتي نص خزانات المياه الجوفية في حالة حرجة. إيران خامس دولة في العالم في استنزاف المياه الجوفية، وبتسحب كميات كبيرة سنويا،